سجليها عندك لصباح العيد ان شاء الله كتجي ناجحه 100%. فاول حاجه ما تنسينيش من ديك الجيم. انا عارفه بلي كيعجبوك الوصفات ديالي ولكن كتنساو ديك الجيم، فسبقيها هي الاولى. وما تنسيش تشتركي في قناه وصفات مع شيماء باش ديما يوصلك الجديد. وخلي لي كومونتير اللي بغيتي، خلي لي في لي كومونتير. وما تنسيش طاقي لي ديك صاحبتك حتى هي باش تعلم تصاوب الكيكه والاسرار ديالها كاملين غادي نقولهم اليوم. غادي نبداو على بركه الله. ما تخلعوش، هذه راه ماشي 4 البيضات، هادو راه عندي البيض صغير بزاف داكشي علاش درت 4. نتوما ديروا 3 د البيضات، 3 د البيضات كبار، كاس ديال السكر. وطربي لي المكونات مزيان. يعني في هذا الفيديو غنعطيك جميع الاسرار، جميع الاسرار غادي نقولهم لك، ما غادي نخبي لك حتى حاجه. خلطي المكونات، ماشي بالضروره الطراب الكهربائي، ديري اليدوي، ديري فورشيط، ديري مولينكس. المهم خص هادشي يتخلط مزيان. انا استعملت الطراب الكهربائي غير باش نسرع العمليه. المهم خصك توصلي لهاد النتيجه. البيض كيولي اللون ديالو بيض. ضيفي واحد رشه د الملحه، نص كاس ديال الزيت ما وافيش، يعني قل من نص كاس بشويه. انت كتخلطي وكتضيفي داك نص كاس د الزيت، انت كتخلطي وكتضيفي داك نص كاس د الزيت حتى كتسالي داك نص كاس. صافي، يعني ضروري تخلط. اول سر هو خاصك تبقاي تخلطي ما توقفيش من التخلاط. خدي كاس ديال عصير البرتقال، كنعبر بنفس الكاس راه الكبير هذا. كندير القشور ديال البرتقال حتى هي معلقه صغيره. حكوا غير القشره البرتقاليه اللي الفوق ما توصلش البيضه باش ما تجيكونش مره. وضيفي 2 خمارات ونص، 2 خمارات ونص. انا نوريها لك، جوج ديال هادو ونص. هذاك النصيص اللي بقى عندي به ما يدار. ديري نص كاس ديال الماء يكون طايب غليان، مع غتخويه مع غادي تحركي باش ما يطيبش لك البيض. ودابا ديري 2 كيسان ديال الدقيق غتخلطيهم. انا ما كنامنش بهذاك الشيء ديال لا خاصك ما تخلطيش، هزي من الفوق لتحت. لا اختي، خلطي الكيكه مزيان. الكيكه بحالها بحال البغرير. ياك جربتي الوصفه ديال البغرير ونجحات معاك من قناه وصفات مع شيماء، ايوا تبعي حتى هذه، تبعي الطريقه اللي عطيتك ديال الكيكه راه غتنجح معاك. هذا الكاس الثالث ديال الدقيق تنبقى نضيف شويه بشويه. هانتوما غادي تشوفوا شحال غادي يدي معايا هذا الكاس هذا. كنبقى نضيف شويه بشويه. الكاس الثالث راه كتضيفي شويه بشويه. الخليط انا غنوريكم الخليط كيفاش كيجي. المهم ضيفي معلقه ديال الخل، حتى الخل ضروري حيت حتى هو كيعطي واحد الهشاشه للكيك، تيخليه يجي مرتفع وعالي. هنا راه الكيك ديالي مازال خفيف شويه، شفتوا كيتقطع ليا هذا الخيط. غادي نضيف ملعقه ديال الدقيق، تقدروا نتوما ما تحتاجوهاش. المهم خصكم تحصلوا على هذا القوام بالضبط، يعني يا 3 د الكيسان او 3 د الكيسان ومعلقه. سالينا الخليط، خليه على جنب. اجي دابا نصاوبوا المول. شوفي على الفيسبوك، تيك توك، انستغرام، يوتيوب، وصفات مع شيماء بنفس الصوره. نتمنى تدخلوا عندي كاملين. المول غادي نعطيك حتى هو القياس ديالو. القطر ديالو فيه 20 هي مسطره، والعلو ديالو ها نتوما كتشوفوا راه فيه 7 سنتيم. كنعطيكم جميع الاسرار بالتدقيق. هذه هي الوصفه، هذا هو السر. السر هنا فين كاين السر في هذا القالب. حتى هو في هذا المول ضروري دهنوا بالزيت. انا الشيت راه توضرت ليا خديت هذا البانسو هذا ودهنت به. المهم دهنوا باللي عندكم. هاد الخلطه هذه هي اللي غتخلي الكيك ديالك غادي يجي مرتفع وعالي. ومن الاسرار ديال النجاح ديالو، خدي معلقه ديال الفينو ومعلقه ديال الدقيق. عقلتي على نص خماره اللي خلينا ضيفيها. يعني دابا شنو كملنا 3 د الخمارات في الكيكه كامله. هاد نص خماره غتضيفيها مع هاد المعلقه ديال الفينو ومعلقه ديال الدقيق ونص خماره. خلطيهم ورشي بهم المول ديالك. رشي بهم المول او القالب. راه هاد الطريقه اللي عطيتك الكيك ما كيلتصقش وكيعطيه واحد الفوليوم، واحد الانتفاخ، واحد الهشاشه. ما شاء الله ما نعاودش لكم. نتوما غادي تشوفوا في اخر الفيديو راه غادي نوريكم كلشي. كبي الخليط ديالك، هزي يديك واحد شويه، كبي الخليط، ديريها في الفران ما يكونش مشعل من قبل. غادي تجيه العافيه من التحت حتى ينتفخ لينا، وعاد نحمروه من الفوق. وملي غادي تخرجيها ان شاء الله العافيه الكيكه راه كتبغي المهال، ديري عافيه مهيله. ملي تخرجيها ان شاء الله ديري واحد الكيردون ولا واحد الموس، تدخليها كايله خرج ناشف صافي راه طابت وواجده. انا كندور الموس غير باش نتاكد وصافي. اما دابا تشوفوا راه ناجحه، راه ما غتلصقش نهائيا. شوفوا انا غير دوزت باش نتاكد من الاحسن، اما راه ما غاديش تلصق لي. شوفوا مازال سخونه، خاصني نشاركها معكم. الفار مازال طالع منها. شوفوا كي جات ما شاء الله. انا درت التزيين عادي، دهنتها بالمربى اولا بالعسل. وديري الكوك وبصحه والراحه. انا غنقطع معكم الطريف. فاول حاجه ما تنسيش ليا جيم، وما تنسيش تشاركي الوصفه ضروري تشاركيها مع الاصدقاء ديالك والعائله كاملين. وشي كومونتير ضروري. تابعوا قناه وصفات مع شيماء، جيتكم جميع. غنجيك ديما كنجيب لكم غير الاسرار والخبايا اللي كيخبيو عليكم المخابز الكبرى. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي هشيشه. شوفوا
ما شاء الله. ما تنساوش تخليو لي في الكومنتير شنو هي الوصفة اللي تبغيو نشارك معاكم إن شاء الله. مع السلامة.